عاملين ايه؟ اخباركم؟ النهارده قلت بقى انزل كده فيديو مختلف. نتكلم عن تفسير العربيه. العربيه في المنام بتتكرر كتير قوي، بيجيلي عليها اسئله كتيره. العربيه دي بتوحي بحياتنا، حياه الواحد. يعني لو شخص حلم بعربيه ده معناها حياته الخاصه بيه. لو العربيه راكنه واقفه يبقى حياته لسه مفيش امور اتجددت فيها. العربية لو اتنقلت من مكان لمكان يبقى أمورها هتتيسر له وهتتم له بخير لو وصل بيها المكان، ومكان آمن ما فيهوش مثلا عقبات قابلته مثلا في الطريق، مطبات أو طرق مكسرة، فده معناه إن هو في عقبات في حياته. ده بالنسبة لو هو وصل بيها المكان بطريقة آمنة يبقى الأمور بتاعته هتستقر. لكن لو حلم ان هو سايق العربيه ولسه ماشي يبقى في مشروع هو بيعمله او في حاجه في حياته لسه ما كملتش. وبرضك العربيه الوانها ليها تفسيرات. اللون الابيض في العربيه ليه تفسير حلو قوي. يعني لو حد حلم ان هو سايق عربيه بيضاء فدي معناها ان في امور هتبقى داخله عليه بالفرح والسعاده، وهتبقى بشره خير ليه، وهتبقى حاجه يعني مبشره بالخير وجميله جدا. ولو عربيه سودة في الحلم ده معناه ان هو هيبقى فيه سياده قوم، يعني هيبقى ذو شأن عالي. امور هيدخلها هيبقى له فيها ارباح كبيره، اخبار هتبقى فيها مفرحه. ده بالنسبه للون الابيض واللون الاسود. لكن لو بنت حلمت مثلا بعربيه وعربيه جديده ده معناها ان هي في عريس جاي لها وهيكون له شأن عالي. طول ما العربية في الحلم جاية بشكل كويس وعربية مريحة ومنظمة ده دليل على الاستقرار اللي الشخص الرأي اللي هو حلم بيه ده دليل على استقراره المادية وأموره الأسرية فيها استقرار وراحة نفسية. لكن لو العربية داخلة زي ما قلت في مطبات وعقبات وبيطلع من طريق لطريق فدي مشاكل وعقبات بتقابل الشخص. فده يعني يحاول ان هو ينظم افكاره ويحاول ان هو يعيد حساباته مع نفسه. وربنا كده يجعلني دايما ابشركم بالخير وتابعوني، واي تفسير زي ما قلت لكم